الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع ورثة الأنبياء على شبكة الأنترنت أن يقدموا لكم الكلمة الختامية لفضيلة الشيخ محمد بن رمزان لدورة الإمام مالك الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية حرسها الله تعالى. والآن مع هذه المادة. لقد تم طرح عدة موضوعات في هذه الدورة العلمية الرابعة في بيان التوحيد وأهميته، وذلك من خلال الكتب التي تناولت أمور الاعتقاد والمحاضرات والندوات التي تناولت ذلك، وخطورة الشرك كذلك تم في هذا ما قد سبق البيان فيه، وأهمية الاتباع وخطر الابتداع، ومعرفة الحلال من الحرام، وبيان حال الشهوات والشبهات. وفي هذه الدورة التي نوقش فيها الكثير من الحقوق سواء في حق الله أو في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو الوالدين أو ولاة الأمر أو أهل العلم، بهذه المجموعة المباركة من هذه المواد العلمية يصبح عند طالب العلم شيئا من الأسس التي يستطيع من خلالها التوسع والقراءة والاستفادة من أهل العلم. فيا طلبة العلم في المملكة المغربية، اتقوا الله، اتقوا الله في إخوانكم وفي أسركم وفي مجتمعاتكم، وذلك بنشر الحق في الخلق، مراعين في ذلك أن تكون دعوتكم مبنية على كتاب الله وعلى صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتدين بالصحابة الكرام رضي الله عنهم سيرا على خطى السلف بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوم. اتقوا الله في بيان أهمية التوحيد، فوالله إنه لأهم أمر الله به. بلغوا الناس خطورة الشرك والبدع، كونوا في ذلك حريصين من خلال البيان والإيضاح ونشر كلام أهل العلم، وإقامة مثل هذه الدورات المباركة، وإقامة دور العلم في بلدانكم ومدنكم ومجتمعاتكم. فهي لحظات كنا وإياكم فيها، أيام مرت كأنها لحظة، كم سمعنا فيها قال الله، كم سمعنا فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم سمعنا فيها قال الصحابة. هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. فانشروا هذا العلم، انشروه وعلموا الناس، واصبروا، اصبروا في نشر العلم، وتواصوا على الحق والتقوى، وتناسوا ما يكون بينكم من شيء من الخلافات النفسية أو الشخصية أو الجوانب المالية، فلا تكن عثرة أمامكم في نشر الخير، ويتطاحن بعضكم مع بعض من أجل هذا الحطام الذي لا يساوي ما يراد للخير في الناس. انتبهوا على دعوتكم من أنفسكم ومن حظوظ أنفسكم ومن شهواتكم. انتبهوا لدعوتكم من أن يتلبس بها شيء ممن يفرق جمعكم ويفرق شملكم بالفهم الخاطئ أو العبارة السيئة أو السلوك الذي يتصرف به الفاعل فيفهم بغير مراده. كل هذا مما يدخل فيه الشيطان للتحريش بينكم، فيفرق جمعكم ويشتت شملكم ويطفئ قوتكم فتنازعوا فتفشلوا.
اتقوا الله يا طلبة العلم في مملكة المغرب، فإن الناس بحاجة إلى بيان التوحيد والسنة، إن الناس بحاجة لمعرفة أحكام الشرع، إن الناس بحاجة لمعرفة التوحيد من الشرك. أعتذر أن تكلمت بهذه اللغة بين يدي أشياخي، ولكنها خاتمة هذه الدورة. فالله الله يا طلبة العلم، الله الله يا طلبة العلم في الأخلاق الإسلامية التي يجب أن نتحلى بها جميعا. الله الله يا طلبة العلم في الحقوق المرعية من الأخوة والمحبة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذا المكان، أن يجمعنا وإياكم في جنته، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم للبر والتقوى ومن العمل ما يرضى. واللهم احفظ ملك هذه البلاد ووفقه بتوفيقه، وارزقه بطانة صالحة تعينه على الخير وتدله عليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم في رعاياهم بشرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر أيضا الشبكة التي نشرت هذه الدورة، وهي شبكة ميراث الأنبياء الذي يقوم عليها أخونا الشيخ خالد باقيس وفقه الله. وبهذه الخاتمة نسأل الله أن تتجدد مثل هذه الدورات، ليس فقط في أغادير بل في جميع المملكة المغربية، وأن تقوموا بهذا وأن تعتنوا باستقطاب أهل العلم ليستفيد الناس منهم. والحمد لله بلاد الإسلام ملأى، فزادكم الله توفيقا وهدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.